السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز اقول لك انك احيانا بتتساب عشان مميزاتك ومش عيوبك. ازاي الكلام ده؟ احيانا انت بتقابل ناس كتير في حياتك ومعاملاتك ما تعودوش انهم يقابلوا صدق المشاعر، او ما تعودوش انهم يقابلوا ناس نظيفة، او ما تعودوش انهم يقابلوا ببساطة جدا ناس كويسة تعاملهم معاملة كويسة. فللأسف انت بتتعب نفسك احيانا مع ناس الغلط. اللي متعود على الشخص الغلط عمره ما هيعرف قيمة الشخص الصح مهما عمل. وفي ناس للأسف الشديد لن ترضى عنك كده إلا لو النعمة اللي في إيدك راحت منك. في ناس بتبقى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هم في قلبه مرض، هو مش هيرضى عنك مهما عملته كويس غير لما يشوفك مذلول والعياذ بالله، او النعمة اللي معاك راحت. فالنوع ده من الناس حاول تجتنبه قدر المستطاع، وانك ما تتعبش نفسك ولا تجادل معهم. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.